الخير حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا رينج لايت بايظه عندي، بايظه بقالها 3 ايام. حمزه ربنا يكرمه يا رب مسك الفيشه، او الفيشه مش محطوطه في الكهرباء، الفيشه لوحدها كده عادي، مسكها اخد واحده، يعني الفيشه طالع منها 2 اللي هما اللي بيدخلوا في الفيشه، اسمها ايه؟ ايوه دي. فقام واخد واحده منها، مش عارف كسرها ازاي، مرميه في الارض. الحمد لله انا ما بلعهاش، يعني هو كان قدامي اصلا، ما خدتش بالي انه ماسك البتاع كده، فقلت هيعمل ايه بيه يعني. فعرفت بقى بعد كده ان هو كسر الفيشه نفسها، فلازم اروح اصلحها عشان الرينج لايت بجد حلوه قوي قوي، يعني مش عايزه اغيرها اكيد لان هي كويسه وما فيهاش مشكله. فمستنيه بقى ان انا اصلحها عشان اطلع لكم في اضاءه لذيذه، عشان اكيد النور هنا واطي وانتوا يعني اكيد الرينج لايت احلى بكتير. تعالوا لما نم معاكم شويه. النهارده كنا رايحين نتغدى بره، فكنا رايحين حجوجه. احنا حظنا وحش مع حجوجه قوي، يعني دي تاني مره نروح حجوجه. اول مره رحنا كان في الشتاء برضو، كان في مطره. فالدنيا كانت متبهدله. احنا طبعا رحنا كان في ويتنج ليست كبيره جدا، بس الحمد لله عرفنا نخش. دخلنا وبامانه وبكل صراحه، انتوا عارفين مش هكدب عليكم، الاكل كان حلو قوي قوي قوي، نضيف قوي. بس هو بسبب المطره فالقعده كانت وحشه جدا، وكانت الارض مش نظيفه والترابيزات مش نظيفه. مش عارفه ده عيب من عندهم هما ولا ده ظرف طارئ يعني. احس ان المفروض مطعم كبير زي حجوجه اللي هو يعملوا احتياطاتهم في ان هم يبقوا مجهزين ترابيزات معينه لوقت المطره، لو في مطره حصلت الترابيزات ما تتاذيش الارض، قصدي زي تندة، زي حاجه اللي هو تحافظ على المكان عشان المكان ما يبقاش شكله عامل كده. احنا قرفنا من المكان قوي، من الاكل طعمه تحفه بس احنا قرفنا من المكان نفسه. لما رحنا اكلنا اللي هو المره اللي فاتت دي، السنه اللي فاتت رحنا اكلنا وخلصنا ومشينا تمام يعني. النهارده رحنا برضو حظنا وحش، برضو الدنيا مطرت النهارده الصبح، فاكيد الدنيا كانت متبهدله جوه. يعني احنا اصلا بقى ما دخلناش جوه، حاسه في عندهم سوء تنظيم مش طبيعي يعني. مش عارفه يعني، احنا كل مره بنروح في ويتنج ليست، يعني مثلا كان في قبلنا 240 شخص. يعني ايه؟ يعني ايه بجد؟ مش عارفه بقى يعني مثلا قصر الكبابجي، طب ما قصر الكبابجي نضيف قوي وحلو قوي وتقريبا اغلى كمان من حجوجه، بس في نظام، عارفين في نظام كده. في قعدات، في حتى ممكن يعملوا اكستراز، ممكن يعملوا اماكن زياده عشان لو في عدد كبير قوي كان موجود. يعني قصر الكبابجي بيبقى فيه ويتنج ليست، بس تلاقوا ان انتوا على طول بتخلصوا بتنجزوا بتخشوا. بصوا مش قادره اقول لكم ده عيب في حجوجه بصراحه، يمكن ما شاء الله الاقبال عليهم كبير قوي، فبالتالي مش عارفين يعني يكفوا كل الناس اللي موجودين دول، بس حاجه تعصب. اللي انا متاكده منه ان بجد في سوء تنظيم جوه. عارفين في هرجله جوه كده. محدش واقف بيساعدك، محدش واقف بيسمعك اصلا، محدش مركز مع حد. يعني المفروض ان اي كلاينت او شخص داخل يعني ياكل، الناس تهتم بيه، الناس تشوف ايا كان اي حد في الدنيا كلها داخل يتغدى في مطعم او يتعشى في مطعم، الناس تهتم بيه. طب معلش يا فندم، احنا مثلا في ويتنج ليست مش عارفه قد ايه، لا في هرجله والناس بتجري ومحدش اصلا، يعني بنوقف كذا ويت، بنوقف كذا حد عشان نتكلم معاه، محدش بيتكلم معانا، محدش عايز يتكلم معانا، فاللي هو في ايه؟ في ايه بجد؟ فمش عارفه بصراحه، انا ما اتبسطتش خالص، وحاسه ان انا مش هروح حجوجه تاني. اكله حلو قوي مش قادره انكر، يعني انا ما بقول اللي ليا واللي عليا، بقول الحلو واقول الوحش. بس بحاسه ان محتاجين يبقى في تنظيم، في نظافه في المكان، في ان هم يراعوا ان في ظروف اسمها ايه، الظروف مناخيه، فلو في مطره يبقى المكان نظيف برضه. المهم يعني بس كده، فما كلناش هناك يعني 240 شخص، يعني نفضل مستنيين بمناسبه ايه يعني؟ فاكيد مشينا ورحنا بقى اكلنا في مكان تاني وبس كده. ده كان يومي النهارده، كاني مثلا كل يوم بالليل بقى اجي احكي لكم قصه حياتي. بس انا بجد والله يا جماعه بيجي عليا ايام كتير قوي ببقى نفسي اقعد القعده دي واقعد اتكلم معاكم ونرغي مع بعض، بس الظروف مش بتبقى مساعداني. يعني دوبك مثلا بنام حمزه ببقى انا كمان عايزه انام قوي، وبيبقى ورايا اوريدي شغل، فبنام حمزه بجري عشان اروح اخلص شغل او اغسل حاجات او ست بيت بقى وام وكده. فبجد اعذروني لو انا مش بطلع كتير اتكلم معاكم، بس انا بجد بحب القعدات دي قوي، بحس ان انا قاعده كده مع نفسي، قاعده مع صحابي، قاعدين بنرغي وبنتكلم، وانا مش حاسبه انا بقول ايه. يعني هو بقى مش بقول انا هطلع اقول بوينت كذا وكذا، لا انا طالعه عامله كده وبرغي معاكم بجد. انتوا فاهمين احساسي ايه؟